انكسر بين يديه، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يغني من افتقر إليه ويفقر من افتقر لغيره. عشان كذا في حديث الأثر قال الله عز وجل الأثر القدسي: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض. أطبقت السماء على الأرض وكسرت الجبال ودكدكت الدنيا كلها، وهذا العبد معتصم بالله يا رب، إلا جعلت له بينها مخرجا. الجبال تدككت والمباني طاحت وسقطت، وهذا العبد ما جاء شيء. وعزتي وجلالي، تكملة الأثر: ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى ما وكل إليه. وراح للشيخ عادل ورسائل والشيخ ما تردون، من تحولني عليه، وراح للثاني والثالث وهذا المسكين الفقير، وبثت كل الشكوى على الأرض وما صار شيء. الدليل الشاهد: هل هذا القرآن ذكر لنا أن نفتقر لغير الله؟ أبدا. والله من الفاتحة إلى الناس قال لك أدبر أمورك. وبعدين إحنا عندنا مشكلة في الثقة في الله عز وجل. وخلني أنا أعيد مثال يعني تكلمت عنه كذا مرة يا شيخ، بس لابد نفهم المثال هذا. شيخ عادل، أنت عندك الآن نملة هنا في هذه الطاولة في مكان إصبعي، وأنت الآن قلت للنملة هذه إذا استعنت بي والله ما أخيبك، وهي نملة. فجاءوا 40 نملة في الجهة الثانية يريدون أن يفتكون بهذه النملة، وأنت قلت النملة هذه أنا الآن موجود، إذا تبين تستعينين بي أنا حسبك أكفيك. والنملة هذا اللي متوعدينها حتى تثبت أنت إيمان هذه النملة فيك. هل بتذبح النمل وهم هنا بعيدين ولا تخليهم يقربون؟ والله هذا المشهد في القرآن أكثر من أن يوصف. فعشان الله يختبر من الله المثل الأعلى إيمانك أنت، ما يخلي المصائب بعيد عنك ويذبها قبل لا يجيك الحزن، خلها تقرب، فتخلي النمل هذا يقربون وتشوف وين بتروح هذه النملة. أنت الآن هي صادقة، يا سلام، هي صادقة ولا لا؟ أما قضية قدرتك على هذا النمل 40 هذه أصلا ما تحتاج نقاش، لأن كم تقدر تضربهم هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا متى ما أردت. الأمر عندك هين وهو علي هين، لله المثل الأعلى سبحانه. فعشان تختبر الآن إيمان هذه النملة خل هذا يضربون. عشان كذا الله سبحانه وتعالى ما طلب من إبراهيم أنه يعني يؤمن فيه ثم أول ما أشعلوا النار طفاها الله عز وجل، لا، أشعلوا النار يقربون ثم مسكوا إبراهيم يقربون، إمام ما تزعزع، ثم ربطوه وكبلوه وضعوه في المنجنيق ويشوف النار قدامه الآن، يعني ما فيه يعني ثم ما الله سبحانه وتعالى أنجاه الآن ألقي في النار. وفي الأثر اللي فيه مقال أن جبريل جاء على صورته عليه السلام 600 جناح، تقول عائشة رضي الله عنها في البخاري جناح واحد يسد الأفق. تخيل يجيك واحد بهالعظمة وقال هل لك من حاجة يا إبراهيم، تبغى بطرف جناح أطفيهم هم ونارهم. هو اجتث 7 قرى لقوم لوط، اجتثها فجعلنا عليها بطرف جناح من 600، يعني مو ب 599 شاغرة، 599 وبعد، يعني طرف جناح اجتث 7 قرى، وفي رواية 14 قرية. فيقول له ألك من حاجة يا إبراهيم؟ القلب ما تعلق، أنا أعرف اللي خلقك. يعني أنت الآن عندك 600 جناح وكبير، أنا أعرف اللي أكبر منك جل جلاله، أعرف اللي خلق هذه الأجنحة كلها، أعرف اللي أصلا أنت لن تستطيع تساعدني إلا بحوله وقوته، أنا ما أتعلق قلبي بأحد. عشان كذا قال أما منك فلا، أنا أغنى منك شيء، أنا أعرف واحد أقوى منك، لو قلتك ساعدني وربي ما أراد. يعرف عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ويعرف هل يستويان مثلا، يعرف من يطلب، فقلبه ما تعلق بأحد أقل من الله عز وجل أبدا. فقال أما منك فلا وأما من الله فنعم، حسبي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قالها إبراهيم وهو قال حسبي الله، لكن حسبي الله ما لله، لا، حسبي الله ونعم. يقول والله أنه نعم ربي، أنا أعرف من متوكل عليه. قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لأجل هذا أول ما ألقي إبراهيم النار برد وطلع منها من الذي يتكلم معه؟ عازر والد إبراهيم. أول ما رأى إبراهيم طلع بينها اللهيب النار اللي كانت تلتقط الطيور من السماء، وطلع منها إبراهيم ولا في شيء. قال نعم الرب ربك يا إبراهيم إذ أنجاك. إي والله نعم. بعض الناس يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ليش تقولها كذا؟ تقدر يا شيخ عادل تقول أنا والله ما أعرف للملك عبد الله، بس والله ما أعرف له. لا تقول أعرف الملك عبد الله،
طيب ليش نقول ما عنده إلا الله؟ والله سبحانه وتعالى هذا قدر في قلوبنا. لأجل هذا يا شيخ هي القضية في قضية ثقتنا في من هو الله. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى دائما يجعل القضية مثل قضية النمل، يقربون عندك والأحزان تجيك حتى يطلع الإيمان اللي في قلبك. أنت فقير لهم ولا فقير لي؟ أنت فقير لمن؟ هذا التوحيد. لكن من هو يا شيخ اللي يقول الكلام هذا ويسويه؟ هي القضية هنا. ولا اليوم أقرأها والله في الجامعة أقول سبحان الله في سورة الكهف، يعني أطفال فتية 13 إلى 20 أطفال، يعني 13 أعمارهم سنة وطالعين، شوف أغنياء هم، أول ما طلعوا قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. الحين لا مسكن ولا بيت ولا يدون يروحون، ناس مطاردين يذبحونهم، ما في شيء يعني. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، والله ما ندري هم بيصيدوننا الحين ولا بعد شوي ولا بيقطعوننا ولا بيصلبون، ما ندري، لكن والله طلعنا لك يا ربي، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا. أنت اللي وحدك سبحانك تقدر تهيئ لنا من أمرنا رشدا. الآن يا شيخ هم وينهم؟ في الكهف. فسبحان الله أنت لا بغيت تحمي ناس بتحطهم في مكان، آخر مكان بتحطهم فيه الكهف. ليش؟ لأن ما له باب. يعني هذه مصيبة أصلا. يعني الكهف خطر. وشوف الله عظيم إذا أراد أنه ينجيك ما يجعلك في ظروف زينة، يجعلك في ظروف أسوأ الظروف في العالم عشان يثبت سبحانه جل جلاله، يطلع علمك أنت وثقت بمن. فأنت لو بتحمي ناس لازم تحطهم مكان لازم فيه باب، لازم. ليش؟ أقول لك ليش يا شيخ عادل حطيتهم؟ عشان يطمئنون، عشان يطمئنون، وبالذات عشان إذا ناموا ما حيدخل عليهم وهم نايمين. الله عظيم يقول أنا بحطهم في مكان ما في باب وبخليهم ينامون، واللي يقدر يجيهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فضربنا على آذانهم. شوف وإننا مشكلة عندنا يا شيخ عادل أن نجي نقول يا رب مثلا أعطني هالقضية، أطلب مسألة من الله سبحانه وتعالى، ثم أطلب أنا الطريقة اللي تجي فيها. يا أخي أنت دخلك طريقة هذه أنت طلبت أبغى هالأمر، ما هي شغلك شغل الله. يا سلام، القضية ما هي وهذا مشكلتنا الحين. يا أما ما توكلنا على الله ولا قلنا بنتوكل على الله بس أن ما نبغاها كذا يا رب، نبغاها تصير كذا. أجل أنت يعني ما حد فقير، أنت غني، سوها أنت بنفسك كيفك. أي نعم. عشان كذا إيش معنى التوكل؟ التوكل هو سكون القلب مع تحرك الجوارح. أنا قاعد أسعى وأقدم الوظيفة وأسوي لكن ما أندل أحد. قدمت صح الوظيفة لك، قدمت معروض عندك، لكن والله ما تعلقت فيك وأدري أنك مسكين أنت. إذا ما أمرك ربي ما بتمشيها. يعني 13 معروض يقدمون يقبل منها 2، والله أن 2 ذولي والله أن يوقع لك عقد ولا ترقية في الأرض حتى يأذن فيها الملك اللي في السماء والله. فالشاهد جعلهم الله قال فضربنا على آذانهم، يعني ما المفروض تقومهم أكثر، تقول لا تنومون وانتبهوا، خلوا واحد عندكم قايم كل شوي عشان ينتبه من اللي جاي يعلمكم. لا، يقول الله ينومكم كله، يعني جعلهم في أسوأ الظروف اللي من عقولنا البشرية. وكيف يعني نايمين؟ على الأقل حط لكم واحد بالباب لجاء قومكم. لا، اللي حافظهم رب العالمين. لأجل هذا قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. مو قالوا فقاموا، احنا نقول الله يهدينا بس ما نسوي شيء، لا، هو لازم أن تسوي بعدين تقوم. الآن ايش اللي صار يا شيخ عادل؟ قال الله عز وجل وإذا اعتزلتموهم، لما خلاص صح الافتقار لله عز وجل واستغنوا عن الناس كلهم وصح توحيدهم لله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. يا رب انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس بدأت يوم نشرت الرحمة. إن وين نشرت الرحمة في بيوتنا؟ من منا دعا في بيته يا رب انشر لي من رحمتك ولأهلي وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. فلما نشر في الكهف لن آخذ كلام طويل وأعيد كلام معيود حتى أجزاء يا شيخ. وترى الشمس، أنت لو تبغى تنور على ناس في الكهف بتجيب لمبة سراج. هذه الشمس. إيه، إذا افتقرت لبشر بيعطونك أكثر شيء سراج ولا لمبة ولا كشاف. لكن رب العالمين جعل الشمس تزاور في قراءة وتزور في قراءة وتزاور عن كهفهم ذات. صارت القضية الآن الشمس تعاملهم معاملة غير الدنيا كلها. لا إله إلا الله. الكهف هذا في الجبل له معية خاصة. في واحد أمرها تفعل الشيء. لا إله إلا هو. فقال
قال الله عز وجل تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت رعاية خاصة تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهدي الله يتعلق قلبك برب العالمين فقط فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ضايع يدور المرشدين من الفقراء ذولي. ما حد قال لك لا تشاور ولا تستخير، لكن قلبك وين؟ وكل واحد يعرف نفسه. يعني قلبك هو أول ما تجيك مصيبة يا شيخ عادل، وين تروح؟ أول ما تجيك جاك خبر الآن في مشكلة في حادث، من أول واحد الواجب لله عز وجل. أيوة، لكن هل هذا هو الواقع؟ لا. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى لما دبر بس شيخ بن حسين والقصص كثير، بس أتوقع نحن مبالغين في هذا الكلام اللي نقول الله للمشاهدين، نحن نعلقهم بالله عز وجل. إذا جتكم مشكلة جتكم مصيبة، حتى شيخ المرضى عشان تقنعني وتقنع المشاهدين معي، هل المريض المقعد أحسن مني حال وأنا صحيح معافى متعلق بالمخلوقين أو بالناس؟ يعني حينما أشاهد المقعد أقول الله يعينه مسكين، يقلبونه يمين يرجعونه يسار، لكن هل هو أحسن مني حالا وأنا صحيح المعافى؟ أحسن. هنا يا شيخ يختلف. القضية مو قضية إجساد وعيقة وإجساد تحرك، القضية قضية قلبك هذا وينه. يعني قد تكون مقعد، القضية عشان كذا الله سبحانه لا ينظر لي الشكل أجسادكم ولا صوركم ولا يمكنك تحرك واحد، لكن عند الله قلبك ضعيف إيمان، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ينظر إذا جتك مصيبة تعلق بمن، ينظر الله عز وجل وأن تدعي قلبك وينه. أدعي الله وأنا قلبي متعلق مثل ما جاء في الأثر إسرائيلي، وعقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لما رأى موسى عليه السلام رجل يدعو الله يدعو الله يدعو الله، فقال يا ربي لو أن هذا يدعوني أعطيته، يا ربي وأنت رب العالمين أعظم، يعني ما في أكرم منك، يا ربي هذا رجل يدعوك يعني وقت طويل وما أعطيته. قال الله عز وجل أوحى إلى موسى يا موسى إنك لا تدري إنه يدعوني وقلبه مع غيري، يدعيني ويقول يا رب وقلبه بس، هل أبو عبد الله بيوقع لي القرار والترقية ولا لا؟ عرفت عليه شيخنا؟ فهنا هذه القضية عشان كذا أحسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول والله لا أخليك مثل ما جتها النملة وخليت النمل يقربون من عندها لين تنافضت، في ناس لا هذه. عشان كذا هذا أجل مع الأسف شيخ ابن حسين، وصراحة يا أخوان كلنا فاشلين جمع الشهوات. عشان كذا الله عز وجل مو كلنا، لأنه في الجملة أحسنت، لأن الله عز وجل يقول أكثر الناس. إذا كان هذه مصائب وغصب علينا وإحنا للناس، إيش يقول في الشهوات اللي بين أيدينا والباب مغلق ولا حد يطلع عليه إلا الله عز وجل. عشان كذا هذا يحتاج إلى قلب. عشان كذا حبيبي هو القضية قضية ترجع لإحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لأجل هذا حبيبي الغالي الآن من اللي خايف؟ أصحاب الكهف ولا اللي يلحقونهم؟ اللي يلحقونهم. وجهة نظري في إذا كان هناك يعني نتيجة. صح. شوف الله كيف يقدر يقلب الأمور كلها. قال لو اطلعت عليهم. شفت كيف؟ من اللي خايف الحين؟ شوف يعني أنت لا تتصور بعقلك الصغير أنت نتائج هذا عقل وقدرة الله. أي نعم، هذا العقل الصغير الفقير للناس، أما الفقير لله عز وجل يعلم أنك ما في يدك شيء، الأمر كله لله عز وجل، ما عندك. عشان كذا الناس الآن أصحاب الكهف خايفين، بس تعلقوا بمن؟ بواحد، تعلقوا بالله عز وجل فنومهم. خطير الوضع هذا، نايمين يعني سهل تقبض عليهم، وحطهم في كهف ما في باب سهل تقبض عليهم، وخلى اللي يقرب من عندهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت، وفي قراءة لملئت منهم رعبا. فالله قادر يخليك اللي أنت خايف منهم يخافون منك، لكن أنت وين تعلقت فيه؟ تعلقت بشر بشكواك بتطول وقضيتك بتطول، والله ما بتحصلها. عشان كذا الحين هم خايفين، ثم بعدين هذا الخوف الآن شوف الله كيف يقلب القضية. خافوا منهم اللي هم خايفين منهم، عرفت علي؟ وبعدين الأمر الثاني ماتوا اللي كانوا مهددينهم بالقتل. سبحان الله. يعني لاحظت يا شيخ قال الله عز وجل نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهم خايفين يقول وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. أشنع قتلة. هنا ما علقوا بعدها، شوف جمال القرآن، ما علقوا قال يرجموكم تموتوا، لكن شوف الكلام اللي بعدها قال أو يعيدوكم ثم يعلقون قلبكم بالفقراء. لكن هنا بعلقوا قالوا والله لو تعلقت قلوبكم بالفقراء ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول نموت نرجع معلش، لكن يتعلق قلوبنا بأحد نرجع. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، يعني متعلق قلوبهم بأحد ثاني. هذا ساجد عند قبر وهذا ساجد عند واحد وهذا راح عند سيد وصالح وأولياء. أنا أروح للعظيم سبحانه وتعالى، عطني أحد